تنبيه بس قبل ما نبدأ، الملخص ده فيه شتايم، لو مش حابب النوع ده تقدر تسيب الفيديو من دلوقتي، بس لو كملت ما تجيش بعدين تشتكي. احنا حذرناك من الأول يا فحل. معانا النهاردة قصة عيل ابن أحبة اسمه توكا، عايش حياته في قرية صغيرة، عنده أرض بيزرعها، وهدفه في الحياة واضح وصريح جدا: ياكل وينام. طبعا ما بيشتغلش كتير عشان بيستثمر وقته في البص على النسوان. يعني العالم ممكن يولع وبوابات الجحيم تتفتح والشياطين تاكل نص البشرية، وكل ده عادي طول ما أرضه سليمة والنسوان موجودة، وعمال يفشل في دي شوية ويحضن في دي شوية. ابن المرة شايف إن الأمور تحت السيطرة، وأهم حاجة في حياته تقريبا هي هوسه الغريب بالفخاد والشرابات الطويلة، لدرجة إن الراجل بيزرع فجل يبص على شكل الفجلة ويقول إنها شبه فخدة بنت الأحبة اللي كانت بتجيله الشقة الساعة 2 بالليل. أيوة يا فحل، إحنا مش بنتعامل مع بطل طبيعي، إحنا بنتعامل مع شرموط زراعي بقى. وصاحبة طفولته يونا بقالها سنين مستحملة القرف ده، كل يوم مصيبة، أو بيحاول يقنعها إن اهتمامه بشكل رجليها ده بحث علمي مهم لمستقبل البشرية. وفي الناحية التانية كل الناس بتتكلم عن البطل الأسطوري سيون. سيون ده الفحل اللي من 3 سنين أنقذ العالم وقفل بوابة الجحيم، والناس شايفاه رمز الفحول. يونا تقعد تقارن: بص سيون عمل إيه وهو في سنك. توكا: يا بنتي ما تطلعي سيون من حياتنا، يلعن ميتين وبطل ابن أحبة كسفني على طول. بس يونا الشرموطة قابلت سيون قبل كده وهو أنقذها، فطبعا هيجي عليه. توكا بقى قاعد 3 سنين يحاول يدخل نفسه في الصورة، ويجي سيون ابن الأحبة بابتسامة واحدة يقول ليونا إنه مبسوط إنه شايف ضحكتها تاني. بص يا سيون يا أخويا، أنا مش هقولك غير كلمة واحدة بس، تعال نص. توكا واقف: إحا يا شرمة، أنا بقالي 3 مواسم بعمل تمهيد، وإنت دخلتلي في آخر حلقة خد البطلة. لكن الدنيا ما بتديش توكا فرصة يوقف بتاعه عليه، لأن شيطان يهجم على القرية، والشيطان أول ما يشوف يونا صلاح بتاعه يقف فجأة. توكا طبعا لازم ينقذها، فهل يمسك سلاح وينزل يحطه في طب الشيطان؟ لا، ابن الحنيوكة عامل حفرة في أرضه، فيقرر يغري الشيطان بقطعة لحمة عشان يوقعوا فيها. فكرة محترمة، أقصد فكرة بنت أحبة. المشكلة إن الشيطان يشم اللحمة ويقول له: أنا مش بحب النوع ده يا شرمط. الخطة كلها اتفلقست بسبب ذوق الشيطان ابن المرة في الأكل. توكا يضطر يصحي بتاعه عشان ينزل يجيب له حقه. يظهر سيون ويدشمل الشيطان في ثانيتين. القرية كلها فشخة بقها من الفرحة، وتوكا بيقول في سره: اليوم اللي عرفتك فيه يا ابن الأح. بعدها سيون يجوع ويونا اتعرض عليه أكل، وتوكا اللي ما أكلش من إيدها زي ما كان نفسه من سنين يشوف البطل داخل عليها يفترسها. أقصد داخل على الأكل يا جماعة. توكا يبصله: أحا، هو أنت رايح فين يا ابن المرة؟ سيون يتحرك ناحية اللحم، يقع في الحفرة ويتفلأس فلأسة أبدية. أيوة يا عزيزي البطل فطس بالسهولة دي يا ابن الأحبة. أعظم بطل أنقذ العالم من الشياطين، الراجل اللي البشر متعلقين في رغبته، والوحيد اللي يقدر يوقف سيفه المقدس على الوحوش ويقفل بوابة الجحيم، مات في حفرة خضار. توكا يبص جوه: إيه يا جدعان، هو مات بجد؟ القرية كلها تتلم. واحد يقول: نسلمه للملك. توكا يقول لهم: نسلم مين يا عيال ولاد أحبة؟ يا جلالة الملك البطل اللي بعض ملك الشياطين وركبه على صلاح اتفلقس في حفرة على الخازوق، محدش هيصدقنا. وفي الآخر يوصلوا لأذكى قرار ممكن يطلع من مجموعة مذعورة: نخبي الجثة. توكا يقول: أيوه كده سيبوهولي، هعمل منه سماد لجنينة الفجل بتاعتي، ونقول اختفى وربنا يقدرني على فعل الخير. أيوه يا فحل، البشرية فقدت أهم واحد فيها، والقرية بتتصرف كأنهم خبطوا واحد بالعربية وبيشوفوا فين أقرب ترعة. توكا يدفن سيون ويرجع بيته. تاني يوم يصحى حاسس بإحساس ابن أحبة غريب، يبص في المراية يلاقي نفسه سيون. في الأول ابن أحبة يفرح: أحا، إيه ده، أنا بقيت البطل، بس بطل من سوق الجمعة يا ابن الأحبة. أول فكرة تيجي في دماغه طبعا مش إنقاذ العالم، لا، يقول: ما أنا كده والشي بقى، وش البطل اللي كل البنات بتحبه، أما أروح أدلع التعبان شوية. يروح ليونا، والبنت أول ما تشوفه تقول: أحا، أنت مين يا ابن؟ بس بنت الأحبة تبدأ تتعامل معاه على إنه البطل عادي. وتوكا جواه بيقول: أخيرا ابن الأحبة ده ينفعني بحاجة عادلة. لكن الفرحة ما تكملش، لأن جسم سيون يبدأ يعفن، ريحة ابن المرة تقلب المكان، وبعدين وشه نفسه يبدأ يتغير. يونا تبصله: أح، أنت بتسيح من أولها؟ توكا يحاول يحور، لكن الوضع يوصل لمرحلة إن مفيش حوار هيغطي على ريحة النتانة اللي وصلتني أنا شخصيا، ريحة بنت الأحبة. فيقول لها الحقيقة. هي طبعا مش مصدقة أي حاجة من خرى الفيران اللي بيقال ده، فيثبت لها إنه توكا بمعلومة محرجة جدا من طفولتها لما عضها في فردة الشمال. البنت تسكت، وبعدها تظهر طفلة اسمها أنري وتقول لهم إنها ساحرة موت، وإن هي اللي نقلت روح توكا لجسم سيون. توكا يبص لها: رجعيني. تقول له: لا. هو: نعم يا بنت الأحبة،
انا اخلع راس امي. وأنري تبدأ تشرح له الحنيكة بنت الشرموطة اللي حصل. سيون قبل ما يموت كان متفق معاها إنه لو تفلس في يوم من الأيام تنقل جسمه لشخص هي شايفاه يستحق يكمل مكانه وينقذ العالم، وتقول لتوكا وأنا اخترتك أنت. توكا يبص لها كده، أحا هو مفيش غيري في الكوكب يا بنت المرة؟ أنري تقول له إن الراجل اللي قدر يقتل سيون وكمان كان يقتلها هي شخصيا أكيد عنده قدرات استثنائية. توكا يا بنت الأحبة انتوا الاتنين وقعتوا في الحفرة لوحدكم، أنا لا قتلت ده ولا كنت ناوي أقتل دي، أنا عامل حفرة عشان الوحوش يا عيال ولاد الحنيوكة، مش فاتح فرع اغتيالات. بس أنري اقتنعت خلاص إن ابن المرة ده هو خليفة البطل. ويونا تسمع الكلام وتقول خلاص أنا كمان جاية معاكم. توكا جاية فين يا بنت المرة؟ تقول له إنها طول عمرها نفسها تخرج في مغامرة وكمان عايزة ترد جميل سيون اللي أنقذها زمان. توكا أحا البطل فطس وانت بتجهزي شنطة السفر؟ ده لسه مدفون في أرضي يا شرموطة، وهو أصلا مش عايز أي حاجة من الكلام ده، عايز جسمه ويرجع جنينته وينام ويكمل حياته الشرموطة في هدوء. وفي المدينة طبعا الناس تشوف وش سيون، الدنيا تقلب. البطل رجع، يبدأ يمشي نافخ صدره، أيوة يا فحول وسعوا للزعيم. يونا تشوف عصاية سحرية وتعجبها، توكا على طول يعمل فيها راجل مقتدر. خلاص يا يونا هجيبها لك. يسأل البياع بكام؟ يقول له 10 مليون. توكا شكلها يا يونا، لكن الواد داخل بجسم سيون، فيدخل يتكلم مع البياع شوية ويطلع في الآخر بالعصاية ب1000 بس. يا كركر احبك انا بحبك والله. انا احبك طيب في انا احبك. يون عملت ايه؟ توكا دي كاريزما يا بنتي. كاريزما ايه يا ابن الأحبة؟ الصوت اللي انت سمعه دلوقتي صوت فليبرز انمي، بقى متاح على سادا AI، تقدر تستخدمه مباشرة من المنصة وتخلي اي جملة تتنطق بنفس صوت فليبرز انمي. وكمان في عرض خاص ومغري جدا لعيلة فليبرز انمي باستخدام الكود اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي. هسيب لكم رابط سادا AI والكوبون في الوصف، جربوا الكود وشوفوا العرض بنفسكم. أهلا بيكم في ملخص أنمي نقابة غير أخلاقية، معاكم فليبرز أنمي. ويلا نرجع لقصتنا. بس الفلوس اللي معاهم أصلا قليلة، فيبص لأنري ويقول لها مش المفروض إنكم من 3 سنين أنقذتوا العالم؟ فين الفلوس يا عيال؟ تقول له سيون الحقيقي ما طلبش مكافأة من الملك. توكا يسكت ثانيتين، احنا دلوقتي بنشحت بسبب أخلاقك. فيروحوا نقابة المغامرين يدوروا على شغل، وطبعا أول ما توكا يدخل بجسم سيون شوية بنات يلموا حواليه، يا بطل يا بطل ما تيجي معانا. صلاح توكا يصحى، أخيرا الشغلانة ليها بدل مخاطر. لكنهم يقربوا يشموا ريحة جسم سيون المتعفن. واحدة تقول هو البطل ريحته كده ليه؟ توكا دي ريحة مغامرات يا بنتي، دي ريحة جثة يا ابن المتوكة. وفي وسط الفضايح دي واحد كبير وعضلاته فشخة هدومه يتعرف على سيون ويطلب منه نزال. الراجل كان حارب مع البطل قبل كده وعارف قوته. توكا بيقول في نفسه يا سلام جسم سيون السيف المقدس، وهقفش الحمام مع البنات لو كسبت. دوس يا ابن المرة. يدخل القتال، أول حركة يحاول يستخدم السيف يتني، الراجل يبصله، الجمهور يبصله، توكا يبص للسيف. أحا انت كمان خنتني يا ابن الشرموطة. الناس على طول ده بطل مزيف، قلنا ريحته خرة ليه؟ وفي اللحظة دي يظهر واحد اسمه كايل ده كان من أعضاء فرقة سيون القديمة ومن أشهر أبطال القارة، ابن عيلة تقيلة، وسيم، قوي، طاقته السحرية عالية، ولسانه بيتكلم كأنه منزل تحديث مدفوع من الإنسان، باختصار شرموط بريميوم. كايل يتدخل ويقول لهم إن ده سيون فعلا، ويعلم توكا إزاي يستخدم السيف. يقول له تخيل السيف وهو بيكبر. توكا يجرب، السيف يكبر فعلا. الناس واو البطل الحقيقي. توكا ايوه يا شويه لباوي، بس ليه السيف عند توكا عامل زي مكرونه مسلوقه؟ انري وكايل يعملوا اختبار لمستوى الطاقه السحريه. توكا يمسكه هو ولا حاجه، صوت صرصور الحقل وهو بيمارس حبه. توكا الحجر بايظ، يقولوا له استنى في نقطه نور صغيره جوه. النتيجه المستوى 1، يعني ابن أحبة راكب جسم أعظم بطل في البشرية وطاقة روحه أقل من طفل داخل حضانة الساحر الصغير. يونا مستواها 2، تبصله أنا أفشخ منك يا شرمط. وتطلع المشكلة إن قوة السيف معتمدة على روح المستخدم مش الجسم، وتجدد جسم سيون برضو محتاج الطاقة دي. وبما إن روح توكا شغالة على بطاريتين ألم، الجثة بتتعفن أسرع منه بعد ضرب 10. كايل هنا يقول طب ايه رأيكم انقلوني انا لجسم سيون، انا قوي وعندي طاقة وخبرة. توكا قبل ما يكمل الجملة موافق، خد يا فحل، خد الجسم والسيف والعالم وانري دي كمان لو عايز، رجعوني بس لجنينتي. لكن انري تقول لا. توكا يبص لها يا بنت الأحبة الراجل مقدم على الوظيفة بنفسه،
أنري مصممة إن سيون طلب منها تختار شخص يستحق، وهي مختارة توكا. كايل يضحك ويسألها إذا كانت لسه شايلة منه بسبب حاجة حصلت من 3 سنين، وبعدين يقول طب لو قتلت توكا دلوقتي هتقتنعي إني أحسن؟ توكا: أحا يا ابن الشرموطة، هو اجتماع التوظيف اتحول إعدام ليه؟ كايل يقول إنه بيهزر ويعرض عليهم يشارك معاهم بكرة في مهمة قتل شياطين، ويمشي الجو كأن مفيش حاجة. توكا راجل محترم أهو، لكن بالليل ابن المرة يكتشف محاولة سرقة التابوت اللي فيه جسمه الحقيقي، واللي بيحاول ياخده كايل. توكا: يا شرموط، قلت لي هزار. طلع الهزار محتاج تصريح دفن. وهنا توكا يفهم إن كايل فعلا عايز جسم سيون، لكنه مش هيقدر يقتله قدام الناس، لأن لو خبر موت سيون انتشر الموضوع كله هيتفضح، يبقى لازم الشرموط يستفرد بيه. وتيجي مهمة قتل الشياطين تاني يوم. يدخلوا الغابة، كايل يقرر يتحرك لوحده. توكا جواه: أيوه خش يا ابن المرة، جهز الخازوق. ومع إن كايل طلع شرموط بس قوته حقيقية، يقابل شياطين ويدشملهم بسهولة، ويكتشفوا إن الأحجار السحرية اللي الناس بتستخدمها أصلاً هي قلوب الشياطين، وكل قلب عليه رموز لتعاويذ معينة. يونا تفرح: يعني لو استخدمت واحد ممكن أعمل سحر؟ كايل: أيوه. توكا: هات لي واحد. والكلام ما يكملش لأن أعداد بنت أحبة من الشياطين تطلع عليه. توكا يشوف العدد: إحنا طلبنا مهمة شغل مش حرب عالمية يا ولاد المت. يحاول يجرهم ناحية حصن، لأن الممرات الضيقة هتمنع الشياطين إنهم يدخلوا عليهم كلهم مرة واحدة. فكرة حلوة. يدخلوا يلاقوا شياطين جوه. توكا قسم التخطيط. أنري هنا تقول لهم ابعدوا، وتستخدم سحر الموت، تطلع الهياكل العظمية اللي ماتت في المكان وتحولهم لجنود. توكا يبص للجيش: دول لو واحد شخر لهم يتفكوا، لكن أنري تستخدم سحر تقوية عليهم، وفجأة العظم يتحول من هياكل معاشات لمفرمة شياطين، ويبدأوا يدشملوهم. وسط المعركة يونا تنفصل عنهم وتدخل في خازوق. توكا يسيب كل حاجة ويجري عليها. كايل: خليه يتنام. يكتشف في المواجهة إن السيف المقدس ممكن يغير شكله مش بس يكبر. طالما توكا يتخيل شكل بسيط، السيف يتشك. ويونا نفسها تقدر تستخدم حجر شيطان وتطلع سحر لأول مرة. تفرح: أنا عملت سحر. توكا: برافو يا شرموطة، كده بقيتي أعلى مني رسمي وبالخبرة كمان. بس بعد ما الدنيا تهدى، كايل يدخل يوقع يونا ويبص لتوكا: خلاص وقت الخيانة يا فحل. ويعترف إنه هو طول حياته كان مقتنع إنه الإنسان الكامل، نسب، شكل، ذكاء. وبعدين ظهر سيون وأفشخ منه في كل حاجة، فبدل ما كايل يقول مبروك يا صاحبي، قال طب ما أبقى أنا هو. الشرموط ما عندوش غير عادية، ده عايز يعمل تحديث نظام ويثبت سيون مكان نفسه. وكمان يعترف إنه من 3 سنين كان بيستخدم سحر أنري من وراها، وينقل روحه لأجسام شياطين ويهجم على سيون عشان يقتله. وفشل مرة و2 و3. سيون كان مدشمله حتى وهو مش عارف مين اللي بيهاجمه. لكن دلوقتي سيون الجسم قدامه ويقول لتوكا: انت أصلا واحد فاشل، فلاح فقير، غبي، طاقتك مستوى طفل، ايه قيمتك؟ توكا يسمع شوية كلام ابن الشرموطة ده ويقول له: بص يا كايل يا أخويا، أنا فعلا فلاح، طاقتي زي الخرة، مش عبقري ومش أقوى واحد، لكن في فرق بسيط بيني وبينك. أنا مش مكسوف إني أنت عندك كل حاجة وبرضه كاره نفسك لدرجة عايز تموت عشان تبقى راجل تاني، فما تجيش تبصلي من فوق يا ابن أحبة. كايل: كلام جميل. ويقوم مكمل ضرب فيه. الشرموط مناعة ضد التنمية البشرية. لكن أنري تظهر لأن توكا كان قال لها قبل المعركة ما تبعديش عني، والبنت فعلا رجعت. كايل يتبضن وبعدين يكشف حقيقة أنري، إن سحرة الموت زيها قلبهم عبارة عن حجر سحري، وأجسامهم اتغيرت بسبب أجدادهم اللي عاشوا ورا بوابة الجحيم. ويقول لها: أنت مش إنسانة، أنت شيطان. أنري الكلام يخبط فيها، لأن جماعتها أصلا اتعرضوا للاضطهاد، وسيون كان من الناس القليلة اللي عملوها كبني آدم عادي. فتبص لتوكا وتقول له: لو شايفني خطر اقتلني. توكا: يا بنتي كسب دراما، انت زنيتي على وداني وخطفتي جسمي وهددتيني بالموت ورميتيني في رحلة بنت أحبة، لكن خلاص بقينا في الخازوق سوا، وبعدين مين عارف يمكن لما تكبري تبقي واحدة عادلة، ساعتها أبقى ندمت إني قتلت. أنري: هفضل معاك. يونا: الأسباب بتاعتك وسخة. توكا: المهم النتيجة يا بنت المر. وبدل ما يدخل كايل في معركة قوة، توكا يقرر يرجع لأكتر حاجة هو متفوق فيها: الوساخة. يمثل إنه استسلم، يحط طعم يخلي كايل يركز على السيف، والمتك يقع في الفخ. وبعدين توكا يكشف إن السيف اللي شايفه مجرد نسخة، وإن المكان كله متجهز. وآخر حاجة حفرة. أيوه الحفرة بنت الأحبة رجعت. كايل يتفلقسوا فيها، وتوكا يوقعه ناحية البحر ويقول له: انت طول الوقت بتقولي ناقص وفاشل، بص يا فحل،
احنا الناقصين وصلنا لحد رجلك، انزل بقى فكر في الكمال تحت المية يا شرموط. ويخلصوا من كايل ويرجعوا ياخدوا مكافأة المهمة. توكا يمسك الفلوس. أخيرا يطلع صاحب العصاية باقي 7 مليون. توكا كسو يا عم. ابن المرة نجا من كايل والشياطين والموت يتفلقس قدام فاتورة متجر، فيقرروا مفيش غير حل، يروحوا العاصمة ويشوفوا الملك. أكيد الملك هيدفع للبطل. وفي الطريق جسم توكا يكمل التعافي، لحم يطير، وش يسيح، كل يوم قطعة تقول له مع السلامة، لحد ما ابن المرة يبقى هيكل عظمي ماشي. توكا أحا أنا كده لو كلب شافني هيجري وراي. يونا تقول له الكلاب فعلا كلت حتة منك قبل كده. توكا ما تفكرنيش يا بنت الأحبة، ومينفعش يدخل القصر بالمنظر ده، فيعمل وش صناعي من عجينة وألوان ويستخدم نوع فاكهة كصبغة. يونا تستغرب إنه فاهم في الألوان، يقول له كنت بلون بيها الفجل. الفجل اللي طالع داخل في كل مهارات البطل. يدخل عند الملك، الملك يفرح سيون. توكا يحاول يفتح موضوع الفلوس، الملك يضحك ويقول له انت بتهزر اكيد، انت من 3 سنين رفضت كل المكافآت. توكا جواه يا سيون يا ابن المرة، كس شرفك للمرة التانية. الملك يكمل فهمت، أخيرا جيت عشان تقبل الجواز من ابنتي مارجريت. توكا يسمع كلمة جواز من أميرة، ينسى الديون، ينسى العالم، ينسى إن نص وشه معمول من عجين. يقول الملك يقول ولا جيت تتحداني أنا. توكا يبص للملك يلاقي الراجل عامل زي دولاب ب$5. يقول هات البنت يا حاج. يدخل أوضة مارجريت وهو متخيل إن بنت الراجل دي هتطلع غوريلا صغيرة. الباب يتفتح تطلع أميرة جميلة. توكا أحا أنا بحب الملك ده. مارجريت أول ما تشوف وشه الصناعي تتخض وتقفل الباب. توكا يا بنتي افتحي أنا البطل. يشرح لها إنه تعرض للعنة وإن وشه اتشوه. البنت تصدق فورا. توكا جواه الأميرة دي طيبة قوي، طيبة بشكل يقلق يا بنت الأحبة. وتسأله أنت جيت عشان توافق على الجواز؟ هو كان هيقول لأ، وبعدين يفتكر إن لو اتطرد من القصر أنري ممكن تفشخه والفلوس ضايعة. يقول طبعا يا حبيبتي هنتجوز بعد ما أنقذ العالم. مارجريت تفرح فشخ وتطلب منه قبل ما يسافر يخرج معاها في مهرجان الأقنعة بعد يومين. توكا مهرجان أميرة موعد. أخيرا البطل عمل حاجة وفي نفس الوقت يقابله دكتور اسمه ليلاند، راجل مدير دار أيتام وشكله محترم فشخ وبيساعد الناس. أنري تسأله عن طريقة ترفع طاقة توكا، يقول لهم فيه دواء اسمه قطرة سوم تزود الطاقة السحرية 3 مستويات مؤقتا. أحا هات البرطمان كله. بكام؟ يقول حوالي 100 مليون. فأنري ويونا يقرروا يطلعوا يصيدوا شياطين ويجمعوا فلوس، ويقابلوا واحدة من أقوى الفرسان اسمها سيروالا، لكن يتضح بعد شوية إن في ناس عاملين لهم فخ. وفي نفس الوقت نعرف إن مارجريت عندها مرض يخلي طاقتها تخلص بسرعة، وعشان تعوضها لازم تاكل كميات خرافية. توكا يشوف السفرة داخلة قدامها، بعد ثواني اختفت. يبص لها يا بنت المرة انت بتاكلي ولا بتشفطي؟ والأغرب إن جسمها بعد الأكل يتغير فترة. توكا يبقى مذهول من التحول. إسحاق الحارس بتاعها يبص له بنظرة لو فكرت فكرة شرموطة هتضحك. توكا أنا عيب عليك، أنا بس براقب الحالة طبيا يا ابن الأحبة. لكن وسط الهبل ده تطلع مشكلة جد، ناس بتختفي في العاصمة، دم وآثار، بقايا شياطين، بس مفيش جثث. وفي حاجة بنت شرموطة بتحصل تحت عينهم. مارجريت أصلا بقالها سنين بتتعالج عند ليلاند وبتثق فيه وتروح له. وهنا الدكتور الكيوت مدير دار الأيتام يخلع قناع الإنسانية، وتكتشف إن ليلاند مهووس بالعظام، مش دكتور تشريح يا فحم. لا، ابن المرة شايف إن أجمل حاجة في الإنسان هي الهيكل العظمي، وإن الجلد واللحم حاجات زيادة ملهاش لازمة. الراجل شاف مشاكل البشرية كلها وقال طب ما نسلخ الناس، وخطته في مهرجان الأقنعة إنه يحول عدد كبير من السكان لهياكل. الصوت اللي انت سمعه دلوقتي صوت فليبرز انمي، بقى متاح على سادة AI. تقدر تستخدمه مباشرة من المنصة وتخلي أي جملة تتنطق بنفس صوت فليبرز انمي. وكمان في عرض خاص ومغري جدا لعيلة فليبرز انمي باستخدام الكود اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي. هسيب لكم رابط سادة AI والكوبون في الوصف، جربوا الكود وشوفوا العرض بنفسكم. أهلا بيكم في ملخص أنمي نقابة غير أخلاقية، معاكم فليبرز أنمي. ويلا نرجع لقصتنا. ويقدم أجسامهم للشياطين ويعمل سلام بين البشر والشياطين. حل الصراع العالمي عند الشرموط، نشيل البشر نفسهم من المعادلة. وفوق ده كله عايز يلبس أنري التهمة لأنها ساحرة موت. ويجي يوم المهرجان، توكا خارج مع مارجريت والبنت فعلا مبسوطة من قلبها، تكسب أكل، تحكي له إنها من طفولتها بتتعلم كل حاجة تقريبا عشان تبقى زوجة مناسبة للبطل. وفي آخر المهرجان يقعدوا يشوفوا الألعاب النارية. مارجريت تقول له كلام رومانسي عن قد إيه كانت مستنية اليوم ده، وتوكا يشوف الألعاب ويقول دي أول مرة أشوف حاجة زي دي. مارجريت تبص له أول مرة،
احنا شفناها مع بعض من 3 سنين. توكا: قصدي أول مرة النهاردة. تسأله سؤال تاني عن ذكرياتهم، يقول إجابة غلط. سؤال تالت، ابن المرة يبدأ يعرق: انت مين؟ الخازوق وصل يا فحل. وتتكشف الحقيقة، اللي قدامها مش سيون. سيون مات ازاي؟ وقع في حفرة. الناس تقول ايه الهبل ده، وبعض أصحاب سيون القدام يفكروا شوية. بصراحة مع الأكل ممكن. حتى بعد ما مات يا ابن الأحبة صحابك مش مستغربين إنك اتفلقست في حفرة. مارجريت بقى تتكسر، لأن البنت حياتها كلها تقريبا مبنية على إنها تبقى زوجة سيون، وفجأة تعرف إن سيون مات، والشرموط اللي قدامها كان راكب جسمه ووعدها بالجواز عشان يخرج من خازوق. فتسيبهم وتمشي منهارة وتروح لليلاند، أسوأ شخص ممكن تروحه وهي مكسور. ليلاند يقابلها ويقول لها: تعالي يا بنت، أنا هريحك من كل الضغط ومن الجلد واللحم ومن الحياة كلها تقريبا. وفي نفس الوقت شياطين تظهر فجأة وسط العاصمة، وتوكا يسمع إن مارجريت راحت ناحية ليلاند. حد يقول له: وانت مالك؟ انت كدبت عليها. توكا يقول: أيوة أنا علق وأنا شرموط، بس مش ابن شرموطة لدرجة أسيب واحدة كويسة تموت بسبب. ويروح وراها، يلاقي ليلاند ماسكها، والدكتور يتفاجئ: انت ليه عايز تنقذها وانت خدعتها؟ توكا: أنا طول عمري بعمل قرارات بنت أحبة وبجرح الناس بالغلط، وعارف إني زبالة، بس دي مش معناها إني أسيب حد زيها يتدشمل قدامي. ويحاول ينقذها. ليلاند يبعت عليه هياكل وشياطين. توكا يتقطع، حتى راسه تتفصل في لحظة. إسحاق يشوفه: ده فخ. توكا: يا ابن المرة، هو أنا هقطع رقبتي عشان أمثل؟ دي وجعتني نك. وفي اللحظة دي توكا يقرر حاجة: هو طول الوقت بيتقال عليه بطل مزيف، وهو فعلا بطل مزيف، بس البطل المفروض يعمل إيه؟ ينقذ الأميرة. فيقول: خلاص هبقى البطل بقى يا ولاد الأحبة. ويتسللوا ناحية مقر ليلاند. أنري تستخدم سحرها، الهياكل داخلة في بعضها. ليلاند عنده قوة كبيرة ومخزن جرعات سوما وبيشرب منها كأنها عصير قصب. توكا: يا عم واحدة واحدة، دي ب100 مليون يا ابن المتنكر. وأثناء القتال نكتشف إن ليلاند عامل كل المصيبة دي بمساعدة ناس تانيين، وإن سرويلا نفسها كانت وقعت في فخ تبعته. والمدينة تنجو، ومارجريت تتعامل مع الحقيقة وتقول لتوكا إن اللي حصل وجعها، لكن الذكريات اللي عاشتها مع توكا نفسه مش كلها كذب. يعني ابن المرة دخل الموعد متنكر في جثة راجل تاني، وطلع منه بعلاقة إنسانية حقيقية. متسألنيش إزاي، حتى توكا نفسه مش فاهم. بعدها الملك يديهم وسيلة نقل سحرية عشان تساعدهم يكملوا رحلتهم. توكا يقول: هو أخيرا حاجة ببلاش، ويستعد هو ويونا وأنري يمشوا. مارجريت مش جاية تودعهم، سايبة رسالة تشكرهم وتقول لتوكا إنها مستنية تشوف شكله الحقيقي بعد ما يرجع جسم. توكا يتأثر، يقول: بنت محترمة والله. وبعدين يفتحوا المكان الخلفي في وسيلة النقل، يلاقوا مارجريت مستخبية جوه. توكا: أحا يا بنت المرة، انت ما لحقتيش توحشيني. وتقول له: انت وعدتني بالجواز وكدبت عليا، فانا جايه معاك واشرف على تعليمك لحد ما تبقى بطل حقيقي. والواد جواه يقول: اهو الحريم بدأ يتجمع يا فحل، بس مفيش وقت يفرح، لان يوصلهم خبر ان الشيطان القوي اللي ظهر في العاصمه غالبا كان حد بيتحكم فيه من بعيد، وساحر موت تاني ممكن يكون هو اللي عامل الموضوع. وده معناه ان في ناجين من جماعه انري، وممكن يكونوا عايزين ينتقموا من البشر على اللي حصل لهم من 3 سنين. توكا: يا سلام، خلصنا مهووس العظم، دخلنا جماعة انتقام. مفيش شرموط طبيعي في العالم ده خالص. وهم مكملين رحلتهم يوصلوا مدينة تانية، وهنا تبدأ مصيبة بنت أحبة جديدة. ناس المدينة فجأة يتغيروا، واحد يعض واحد، اللي يتعض يبدأ يتصرف زي الوحوش، وبعدها العدوى تنتشر. يونا نفسها تتعض وتبدأ تفقد السيطرة على جسمها. توكا أول ما يشوفها، يونا تقول له: اهرب أنا هتحول. توكا: اسكتي يا بنت المرة. تقول له: أنا أصلا مش عايزة أسافر معاك، امشي. يقول لها: حتى لو كرهتيني، حتى لو بقيتي وحش، حتى لو بقيتي أوسخ مرة في الكوكب، مش هسيبك. أيوه، ابن الأحبة اللي من أول الحلقة حياته كلها نسوان وفجل، بيطلع منه كلام رجالة غصب عنه. أنري تفحص يونا وتكتشف إن السحر مش قتلها، هو بيكتم وعيها وبيحول الجسم. يعني يونا لسه موجودة جوه، وممكن يمنعوا التحول لو حد سيطر على الجسم قبل ما السحر يسيطر بالكامل. توكا: طيب مين؟ ويطلع الحل إن أنري تنقل روح توكا لجسم يونا، وتسيب أنري جسمها هي عشان تتحكم في باقي المصابين. توكا يسمع إنه هيدخل جسم يونا، يسكت. الجميع يبصله. مارجريت: إياك تفكر في أي حاجة غبية. توكا: أنا بطل يا بنتي. ويشرب جرعة سومة عشان يرفع طاقته، وأنري تنقل روح ويصحى جوه جسم يونا. أول حاجة يعملها يبص لإيده، يبص لنفسه. مارجريت تمسكه من وشه: بص قدامك يا شرموط.
وجود روحه جوه يونا فعلا يوقف التحول شوية. لكن الوضع في المدينة بقى خرة رسم، ناس كتير مصابة، وفي مجموعة بتقول نقتل أي حد اتعض قبل ما يتحول. يوصلوا لقصر فيه ناجين ويخرجوا يواجهوا شياطين منتشرة في المدينة. وفي نص المعركة توكا يمسك السيف المقدس. هو حاليا مش في جسم سيون، هو جوه جسم يونا. السيف يشتغل، الكل يسكت. توكا أحا أنري إزاي؟ مارجريت تفهم، السيف مش كان مختار جسم سيون، دلوقتي السيف استجاب لروح توكا نفسها. مارجريت أول ما تعرف تقوله خلاص نتجوز. توكا استني يا بنت المرة، أنا لسه ما خلصتش لف على النسوان. البنت تبصله، أنا مش فاهمة السيف اختارك على أساس إيه، ولا إحنا يا بنت؟ وقبل ما يخلصوا الصدمة يظهر الشخص اللي ورا المصيبة، ساحر موت اسمه ديجو، شعر أبيض، عينين حمرة، وطاقة بنت متلجة. أنري تعرفه وديجو يفرح إنه شافها. أنري لسه عايشة. وتوكا، انت تعرف الشرموطة الصغيرة دي؟ ديجو يعرف ان سيون مات ويسأل مين قتل توكا. قبل اي حاجة الحفرة هي اللي قتلته، متعملوش مني سفاح بقى يا عيال. يقيس مستوى توكا الحال حوالي 4 بسبب الدواء. يستغرب أنري بكل براءة، هو مستواه الحقيقي 1. توكا كس الصراحة يا أنري، هو لازم كل عدو يعرف ان بطاريتي ضعيفة. وديجو يشرح هدفه، سحرة الموت اللي نجوا من اللي حصل من 3 سنين عايزين ينتقموا من البشر، يشوفوا إن الناس اضطهدوهم وقتلوهم لمجرد إنهم مختلفين. والآن بوابة الجحيم مفتوحة والطاقة الشريرة بتزيد، فعايزين يستخدموا الفرصة ويملوا العالم بجثث البشر. ويقول لأنري تعالي معانا، إحنا أهلك، هننتقم سوا. أنري ترفض وتقوله إنها وعدت سيون إنها هتنقذ العالم. ديجو تنقذي البشر اللي قتلوا ناسك. توكا يروح لديجو يقول له إن القوة بتاعته مش بتتقاس بالطاقة السحرية أصلا، عنده قوة خاصة. ديجو إيه هي؟ توكا قوة الأفخاذ. ديجو نعم، بس ديجو نفسه يبدأ يشك، لأن توكا فعلا غريب، طاقته ضعيفة، ومع ذلك السيف اختاره وقتل سيون ووقف قدام شياطين أقوى منه، فيمكن فعلا في قوة بنت أحبت هو مش فاهمها. وتوكا يستغل الشك ويضيع الوقت لحد ما التعزيزات توصل ويظهروا ناس جداد. أول واحدة اسمها ميلي، تقول أنا بطل. توكا هو اللقب بقى بيتوزع مع التموين، ومعاها سيف مقدس صناعي، مش السيف الحقيقي لكن واحد من 4 سيوف صنعتهم الممالك بعد أزمة سيون. السيوف دي مش قادرة تقفل بوابة الجحيم، لكن تقدر تقتل الشياطين الكبار وملوكهم اللي تجددهم الطبيعي بيخلي الأسلحة العادية ملهاش قيمة. وميلي تطلع أخت يونا الصغيرة، وتوكا حاليا جوه جسم يونا. ميلي أختي توكا أحا. الحوار ده محتاج شرح قبل ما حد يقتل. ومعاهم أبو يونا وميلي فييري، ويبدأ يعرف نفسه، أنا أبوهم، بحب بناتي والنسوان. أخيرا يا فحل لقيت واحد في القصة دماغه محتاجة محضر زيك. ديجو قال لهم إن السحر اللي على الناس بعد حوالي يوم هيحول أصحاب الطاقة الضعيفة لشياطين بالكامل، ويونا منهم، يعني عندهم 24 ساعة، لو ما لحقوش خلاص. توكا يقول هنلحق، وأنري تحاول تحدد مكان مقره. اتجاه هروب ديجو مع المعلومات القديمة يشاور على مكان واحد، البان، قرية توكا ويونا القديمة، القرية اللي الشياطين دمروها من 3 سنين. توكا يا سلام، يعني هنرجع مكان الصدمات النفسية كمان. الرحلة دي ناقصها بس محصل كهرباء ويركبوا وسيلة النقل ويطلعوا على إلبانيا. وفي الطريق تقع في حفرة، توكا ينزل يبص. توكا يفهم إنه قدامه حد بيلعب لعبته، فيعمل إيه؟ يمثل واحد من الفريق يموت، وبعدين واحد، وبعدين واحد، دم في الأرض، صراخ. توكا في الآخر يفضل لوحده ويبدأ يعيط، أرجوك أنا استسلمت، خد السيف بس سيبني أعيش. الشخص اللي مستخبي يتفرج ويقول ده صاحب السيف، ده شرموط جبان. توكا بالظبط يا فحل، تعالى بس. يطلع الخصم ياخد السيف، توكا يقلب، الكل يقوم، محدش مات، الدم ألوان. الصوت اللي انت سمعه دلوقتي صوت فليبرز أنمي، بقى متاح على سادة AI، تقدر تستخدمه مباشرة من المنصة وتخلي أي جملة تتنطق بنفس صوت فليبرز أنمي. وكمان في عرض خاص ومغري جدا لعيلة فليبرز أنمي باستخدام الكود اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي. هسيب لكم رابط سادة AI والكوبون في الوصف، جربوا الكود وشوفوا العرض بنفسكم. أهلا بيكم في ملخص أنمي نقابة غير أخلاقية، معاكم فليبرز أنمي. ويلا نرجع لقصتنا. أنري مسيطرة على شيطان ومخلياه يمثل معاهم. مارجريت وميلي كانوا جزء من الخطة، والشرموط اللي مستخبي يقع في فخ توكا نفسه. توكا عايز تدخل معايا حرب فخاخ؟ يا ابن المرة، أنا قتلت البطل العالمي بحفرة بالغلط، دي مهنتي. لكن الضباب يختفي وتظهر اللي كانت عملة الفخاخ. توكا يشوفها وشه يقلب، إيثل معلمته، الست اللي علمته كل اللي يعرفه عن الفخاخ والبقاء. وهنا نرجع قبل حوالي 3 سنين ونص،
توكا كان صغير وأهله اختفوا، وكان لازم يرجع لوحده ناحية إلبانيا وسط حرب وشياطين وفوضى، وفي الطريق يقع في فخ عاملاه إيثل، واحدة من أشهر اللصوص والمطلوبين. الطبيعي إن طفل يشوف الفخ يخاف. توكا اتكيف، قال لها أحا علميني. يقول لها وصليني إلبانيا. تقول له فكك مني، فيقول طب خليني تلميذك، علميني أعيش لوحدي. إيثل أنا مجرمة يا ابن المرة. توكا ما هو واضح من الحفرة يا حاجة. وفي الآخر توافق، وتقضي شهور تعملوا الفخاخ والنجاة والحنيكة. يعني كل مرة توكا يعمل خطة وسخة والناس تقول إيه التفكير ابن الشرموطة ده، وراه أستاذة. توكا دلوقتي يسألها انت ايه اللي موقفك مع دييجو والشياطين؟ إيثل تقول له انها راحت بوابة الجحيم من حوالي 3 شهور وشافت حاجة هناك غيرت رأيها. توكا حاجة ايه؟ تقول روح وشوف بنفسك وبعدين اختار هتقف مع مين. توكا يا حاجة ما تبطلي كلام شخصيات غامضة وقولي اللي شفتيه. ترفض وتقرر تمشي ومعاها السيف المقدس. أحا انت كسرتي وسيلة النقل وهتسرقي السيف كمان. تقول له أنا لصة، متوقع إيه يا ابن المرة؟ فيقول لها خدي السيف بس ساعدينا لحد بوابة الجحيم. تقول له إحنا أعداء. توكا تمام. ويقول لها إن في مقبض السيف حاجة بتجذب سحر البرق، ولو استخدم تعويذة دلوقتي وهي ماسكاه إيدها هتتدشمل. إيثل طب ليه بتحذرني قبل ما تعملها؟ توكا عشان بثق فيك يا شرموطة. تسكت وتضحك وتقول كويس، لسه ابن المرة اللي علمته. وتوافق تدلهم على ورشة قريبة يصلحوا فيها وسيلة النقل. بس توكا ما يسيبهاش تمشي بسهولة. يقول لها وبما إنك خسرتي الرهان في شروط تانية. إيثل يا كسبت تلميذي ويتحركوا.